خسوف القمر. القمر بيخسف دايما بعد الكسوف يتبعه خسوف، لازم لما بيحصل كسوف في الشمس لازم يتبعه خسوف. الكسوف كان في برج الأسد، الخسوف هيبقى في برج الحوت. الابراج اللي هتتاثر جدا بالخسوف ده يوم 28 اغسطس، وده خسوف جزئي مبدئيا، مش هيكون خسوف جزء كلي، ده خسوف جزئي، ومش كل البلدان هتقدر تشوفه، ومش كل الناس هتقدر تشوفه، لكن انا هقول الناس اللي هتتاثر بيه جدا جدا هم الابراج ان الهوائيه، الابراج المائيه والابراج الترابيه. يعني برج الحوت هيبقى التاثر بالطاقه الخسوف قويه جدا جدا. عندنا برج السرطان هيتاثر بطاقه الخسوف. عندنا كمان برج العقرب هيكون متأثر جدا جدا بطاقة خسوف القمر إن شاء الله اللي هتحصل يوم 28 أغسطس. برج الجدي هيكون من الناس اللي هتتأثر. برج الدلو هيتأثر جدا جدا. برج الحمل كمان هيكون عنده تأثر، والثور هيكون متأثر بالطاقة دي. فنحاول انه الحمد لله يعني في ابراج تانية اللي هي الابراج الثابته زي الاسد بقى الاسد والقوس وكده، لا ان شاء الله باذن الله التاثر هيكون يعني بسيط. لكن الابراج اللي انا قلت عليها في البدايه هي دي هتكون اكثر الابراج المتاثره بطاقه الخسوف اللي هيحصل يوم 28. بنحذر طبعا من قبلها بيوم وبعدها بيومين على الاقل، بنحذر برضو. بتبقى فتره مليئه بالاحداث، بتبقى فتره فيها حاجات كتير بنسمع عنها، السوشيال ميديا هيتكلم. لكن المره دي بما ان الخسوف جاي في برج مائي، فطبعا ممكن يكون في احداث بتخص الميه، فنخلي بالنا جدا جدا اثناء استخدام الميه. ممكن كمان نسمع عن غلاء البترول، عن غلاء الزيوت، عن حاجة بتخص الأمطار الشديدة، فيضانات بقى، تسونامي، أمواج عالية. مع إن إحنا في الصيف على فكرة زلازل تانية ممكن نسمع عنها، طاقة زلازل، طاقة آه، مشاكل في البيوت ممكن برضو نسمع عنها. فالطاقة دي في الوقت ده بنحاول ان احنا نكون اهدى في كل شيء، بنحاول ان احنا نكون صوتنا واطي، بنحاول ان احنا نتكلم بهدوء، بنحاول ان احنا ما ندخلش في مشاكل مع الزوج او مع الشريك او مع الزوجة. بنحاول ان احنا حتى الاولاد نكون حنينين شوية معاهم في الكلام، ما بنخش في النزاعات ملهاش لازمة في الفترة دي. لكن اكتر حاجة بنحاول ان احنا نطبقها هي طبعا نستعين، يعني نستعين بالقرآن الكريم وبالدعاء وبطاقة الذكر في الوقت ده. فطبعا أكثروا من الاستغفار قدر الإمكان بدءا من يوم 27، وهو الحمد لله قبلها على طول في طاقة مولد النبي، وهيبقى إن شاء الله بإذن الله الناس عاملة فيها طاقة روحانية كويسة، فخلينا نكمل بيها لغاية يوم 1/9 إن شاء الله بإذن الله. فهنخلينا مستمرين ونقرأ في الفترة دي سورة الانفطار قدر الإمكان، ونحاول نقرأ سورة الطارق ان شاء الله باذن الله. عدد الصور دي هيكون 3 مرات في اليوم، حاول نقرا سوره الانفطار 3 مرات وسوره الطارق 3 مرات. الكلام ده يا جماعه نقدر نعمله من اول يوم 27 لغايه يوم 1/9، الفتره مش طويله. الصور دي من الصور الصغيره جدا جدا، لكن هتلاقوا الدنيا اتغيرت معاكم جدا جدا، ومش هتحسوا بطاقه الخسوف لو انتوا عملتوا اللي انا بقول لكم عليه. لو قرينا سوره الانفطار كل يوم 3 مرات، وقرينا سوره الطارق 3 مرات كل يوم من اول يوم 27 لغايه يوم 1/9، ان شاء الله باذن الله مش هتحسوا بطاقه الخسوف، هتلاقوها ايام عاديه جدا جدا. وهي فعلا ايام عاديه، هي حاجه بتحصل في السنه يمكن 3 أو مرتين على حسب بتحصل كم مره في السنه. لازم بتعدي، لازم بتحصل، فاحنا بنقول بس انه بنعديها بالطريقه دي علشان ما نحسش بيها وما يبقاش فيها تاثير سلبي علينا احنا كاشخاص. مفيش في ايدينا حاجه نقدر نغيرها لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب اي حاجه، لكن نقدر ان احنا نقول اللهم هون علينا ورد عننا القدر المزعج. يعني ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يلطف بعباده ويلطف بينا جميعا، وبتمنى الخير للجميع، وبتمنى لكم كل حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. يكون يوم حلو ويكون يوم عادي ويعدي ان شاء الله على خير. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والطاقه والتارot.